السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة من قناة الشارع الألماني مع محمود التلباني. النهاردة إن شاء الله معانا حلقة بسيطة جدا هنتعلم فيها أداة النفي في اللغة الألمانية اللي هي der negative Artikel. احنا في اللغة الألمانية عندنا طريقتين للنفي، يا إما بكاين وهنشوف دلوقتي ازاي، يا إما بنشت. فاحنا دلوقتي هنتعلم بس مع بعض طريقة كاين لأن احنا هنستخدمها في الدروس القادمة إن شاء الله مع الأكوزاتيف والداتيف، فهي ليها دور مهم جدا في اللغة، فعشان كده احنا هنبدأ بيها دلوقتي. أما بالنسبة للفرق ما بين النفي بكاين ونشت فده هنعمل له حلقة لوحده وهنتعلمه في المستقبل إن شاء الله. طيب النفي عندنا زي العربي لما احب اقول مثلا ده مش كتابي، دي مش اختي، ده مش القلم بتاعي، فازاي اقول مش هنا اللي هو بنفي. طيب خلونا نبدأ بأول حاجة معانا. هنشوف هنا هوت ان النيجاتيفة ارتكل ام نوميناتيف اللي هو في الحالة العادية اللي هي حالة الرفع. جميل. فعندنا احنا قلنا قبل كده البشتمتا ارتكل اللي هي ادوات المعرفة، der للماسكولين اللي هو المذكر، das Neutrum اللي هو المحايد، دي للمؤنث الفيمينين، وعندنا دي بلورال لكل ما سبق اللي هي الجمع. وعندنا قلنا برضو الانبشتمتا ارتكل ein للمذكر وein للمحايد وeine للمؤنث ومفيش للجمع. طب يعني ايه؟ ذكرنا برضو في الفيديو ما يشابه او ما يوازي في اللغة العربية، زي ما اقولك الرجل فهقول der Mann، لو عايز اقول رجل هقول ein Mann. جميل. فهو ده الفرق ما بينهم، دي المعرفة ودي النكرة. النهاردة بقى عايزين نكمل بالنيجاتيفة ارتكل ام نوميناتيف، ازاي انفي الكلمة في حالة الرفع ام نوميناتيف. فعندنا الكلمة لو أداتها der يعني مذكر فهتبقى كاين، لو أداتها das هتبقى كاين، لو أداتها دي هتبقى كاينه، لو دي بلورال الجمع يعني جميع ما سبق هتبقى كاينه. طيب يعني ايه برضو الكلام دوت؟ مع المثال هنبتدي نفهم اكتر. يلا بينا نشوف الامثلة ونعرف مع بعض. عندنا هنا هوت بايشبيله. مثلا لما احب اجي اسألك اقولك is das eine Blume، هل هذه زهرة؟ ديت وردة. فما انا مثلا مش عارف، فانت بتقولي nein das ist keine Blume. nein das ist keine Blume. فبلومة هنا أداتها دي. جميل. فعشان أداتها دي خليناها keine زي ما شرحنا في الجدول اللي فات. وطبعا احنا هنا بنجاوب بناين أو دايا لأن الفيرب جه في بداية الجملة زي ما شرحنا في حلقة الأفعال، إنك أنت ممكن تخلي الفيرب نمرة 1 im Satz في الجملة لو عايز تسأل بهل زي الانجليش كده بالظبط، فعشان كده جاوبنا بناين. طيب هكمل الرد واقول لك das ist ein Baum. das ist ein Baum يعني انت بتقول لي ist das eine Blume، هقول لك nein das ist keine Blume das ist ein Baum. لا ديت مش زهرة، ديت شجرة، هذه شجرة، وداس هنا يعني هذه او هذا او هؤلاء، جميع أدوات الإشارة، ولكن بتتوقف على الفيرب، فالفيرب هنا است فهتبقى هذه أو هذا يعني مفرد. ein Baum اللي هي شجرة. جميل. فشجرة أداتها der في اللغة الألمانية فهي مذكرة، فعشان كده بقت ein، وهنا nominative عشان كده كتبت ein زي ما هي. ودايما ملحوظة ليكم الفيرب sein وبلايبن بيعمل نوميناتيف. جميل. وكل دوت هنبتدي نفهمه اكتر لما نبتدي نخش للاكوزاتيف والداتيف والجينيتيف ونبتدي نتعمق اكتر، الصورة هتوضح بشكل اكبر. طيب ناخد تاني مثال معانا. مثلا لما اقولك is das ein Kuli، هل هذا قلم حبر؟ ده قلم حبر اللي في ايدك دوت انا مثلا مش شايفه. كولي اداته der
فهقول لك nein das ist kein Kuli. لأ ده مش قلم حبر. das ist ein Bleistift. دوت قلم رصاص. هذا قلم رصاص. فهنا ein جت في النوميناتيف وجت قصادها kein بتنفيها، مش قلم حبر، فمش هنا، هي بقت kein. وكاتب لكم تحت اني بلومة أداتها دي وبنختصرها ببوشتاب A ومعناها زهرة أو وردة، وشجرة باوم وأداتها der بنعمل لها اختصارة R اللي هو حرف ال R، وكولي أداته der يعني قلم حبر أو جاف، وبلايشتفت يعني قلم رصاص وأداته der. جميل. نكمل بالأمثلة معانا. هنلاقي هنا بيقولك ist das ein Buch؟ ist das ein Buch؟ هل هذا كتاب؟ فهيقول له nein بينفي، das ist kein Buch. هنا الكتاب أداته das. قلنا das لما نحب ننفيها برضو بتبقى kein. حلو. فقام قايل له لأ، das ist kein Buch، das ist ein Heft. دي كراسة مش كتاب. das ist ein Heft. جميل. وهفت أداتها das، فبرضه عشان كده بقت ein. طيب حالة الجمع بقى عشان نبقى خدنا أمثلة على كل الحالات اللي هي plural fall. هقولك sind das Sterne، ونلاحظ ان das هنا بقت معنى هؤلاء. طب عرفنا منين؟ الفعب بقى sind جمع، وشتانا جمع برضو مش شتان، لا شتانا بقت اضاف لها ايه يعني نجوم. فهقول لك sind das Sterne، هل هؤلاء نجوم؟ هم دول نجوم اللي في السماء دول مثلا؟ فهتقول لي nein das sind keine Sterne. بص keine Sterne البلوغال قلنا بتبقى keine. وهجاوبك هقول لك das sind Ballons، دولت بلالين مش نجوم. تمام. فعندنا قلنا النيجاتيف ارتكل لو الكلمة أداتها der وفي النوميناتيف بتبقى kein، ولو أداتها das النوميناتيف بتبقى kein، ولو أداتها die بتبقى keine، ولو بلورال اللي هي جمع بتبقى keine زي ما خدنا بالأمثلة. وكاتب لكم هنا إن كتاب يعني بوخ وأداته das، وكراسة يعني هفت وأداتها das، ونجمة يعني شتان وأداتها der، وبالونة يعني بالون وأداته أو أداتها der. دي كانت حلقة النهاردة. الموضوع بسيط جدا وسهل جدا، ما عليك انك انت تشوف الكم مثال البسيط مع التابلة دوت اللي هو der بتبقى kein، das بتبقى kein، دي بتبقى keine، دي بتبقى keine، تحفظها وتشوف الكم مثال دولت وتبتدي تحل كام مثال معانا بسيط على الدرس بتاع النهاردة. اكتب كده هوت negative article im Nominativ Übung مثلا. جميل. فهيبتدي يظهر لك، هتبتدي تحل. لو في اي حاجة وقفت قدامك اكتب لي في الكومنتس تحت وانا ان شاء الله هرد عليك في اقرب وقت. Wenn dir dieses Video gefallen hat und etwas davon gelernt hast, bitte vergiss nicht meinen YouTube-Kanal zu abonnieren und einen Daumen hoch zu geben. لو عجبكم حلقة النهاردة يا شباب متنسوش تدعمونا بلايك وشير وتعملوا سبسكرايب في القناة لو لسه ما عملتوش، واشوفكم على خير. السلام عليكم.